تعالوا اقول لك ازاي عملنا الديزاين ده على برنامج افينيتي. ركز معايا وهنمشي خطوه بخطوه ونعرف ازاي نعمل كل ده، من تعديل الوان، من ريفليكشنز في الارض، بكل حاجه بكل التفاصيل. ما تنساش بس انك تعمل سبسكرايب ولايك علشان تدعمني اكمل في المحتوى ده. هنا معايا الثلاث موارد اللي انا اشتغل بيهم، الباك جراوند والعربيتين. اول حاجه هنخش بالصوره بتاعه الباك جراوند بالخلفيه اللي انت محتاجها، ودي الخلفيه اللي انا استقريت عليها. ولو عاوز تعرف تجيب زيها منين فممكن تروح على فريبيك وتكتب هنا سيتي وتضغط انتر، هيجيلك كل الحاجات اللي زي كده لو كنت عاوزها الصبح، وحاجات كتير من نفس الحاجه دي. المهم نرجع للصوره بتاعتنا. اول حاجه هنستخدمها وهي صوره العربيه الجيب. هنا الصوره نازله بالشادوز بتاعتها، ودي حاجه كويسه. لو مش نازله بالشادوز فهنتكلم عن حوار الشادوز في مره تانية وازاي بنظبطها. اول حاجه هنحط العربيه بتاعتنا بالشكل ده، نكبرها شويه كده. طيب احنا هنا عندنا مشكلتين، صورة العربية شوية الإضاءة فيها عالية شوية، وكمان اللون مش نفس لون الباك جراوند. طيب هنعالج ده ازاي؟ أول حاجة هنروح هنا على قائمة الادجستمنتس ونشوف حاجة اسمها كولر بالانس. هنا بنبدأ ان احنا نعدل في الشادوز اللي هو الظلال والهايلايتس الأماكن المنورة والميد تونز اللي هو بينهم هما الاتنين. هنبدأ بالشادوز، نجيب هنا السلايدر ناحية اليمين شويه، اليلو والبلو. ما ننساش برضو ان احنا نعمل على الادجستمنت لاير كرييت كليبنج ماسك، بحيث انه يكون التعديل على صوره العربيه بس. نبدا هنا نميلها ناحيه اليمين، وفي السيان والريد نوديها ناحيه الشمال زي ما انتم شايفين كده. وفي الهايلايتس برضو عندنا اللون الابيض هنا، لو جينا قارناه بالاضاءه اللي موجوده هنا وهنا هنلاقي هنا مزرق شويه، هنميله ناحيه الازرق ونفس الكلام هنا. وفي الميد تونز اللي هو بين الشادوز والهايلايتس هنميله برضو السلايد ده ناحيه الشمال، ومن هنا اليلو والبلو ناحيه اليمين سيكا. تمام، اصبح عندنا ان هنا بالنسبه كبيره بقت نفس الشكل زي ما انتم شايفين. ونيجي من هنا تاني على قائمه الادجستمنتس ونشوف الكيرفز، نضغط عليها ونفس الكلام نخليها برضو كرييت كليبنج ماسك. نضغط نقطه هنا في النص ونقطه هنا وهنا، ونبدا ان احنا نلعب في الشادوز بحيث نغمق العربيه، يكون مستوى الغمقان بتاع السواد هنا نفس اللي في الباك جراوند. انا شايف كده فير. وبالنسبه للاضاءه نهديها شويه. لو جينا هنا شلنا الادجستمنت لايرز هتلاقي ده قبل وده بعد. هنا محتاجين نعمل ريفليكشنز للعربيه تحتها. اول حاجه هناخد دوبليكيت من اللاير، بنضغط كنترول جي بياخد معانا نسخه. نبدا ان احنا نضغط كليك يمين ترانسفورم ونضغط فليب فيرتيكال. وبعد ما عملنا لها فليب نقرب الكاوتش ده، ودي هنظبطها برضو دلوقتي. نبدا ان احنا نضغط كليك يمين ونضغط على ليكويفاي، بيعمل اللي احنا شايفينه ده ان هو بيعدل. نبدا ان احنا ننزل العربيه كده لان لما اتقلبت مبقتش نفس الابعاد، ونقرب الكاوتش ده هنا كده، وده ننزله كده شويه، وهنا نفس الكلام. وبعدين نعمل ابلاي هيبقى معانا بالشكل ده. عارف ان المنظر غريب ولكن ما تستعجلوش. هنا هنعمل على ماسك لاير بحيث ان احنا نعمل لها ماسك، ونيجي هنا على قائمه البرش نكليك يمين نكبر السايز، نخلي الهاردنس 0 ونقف هنا على الماسك ونكبر السايز كمان شويه كده مناسب. ونبدا ان احنا نمسح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نعمل ايه تاني بقى؟ وهنا هنيجي نقف تاني عند اللاير اللي تحت اللي هو بتاع الريفليكشنز، وهنضغط على قائمه فلترز ونجيب حاجه اسمها ديبس اوف فيلد، وهي عباره انها بتعمل فوكس ولكن تدريجيا او بلور سوري. ومن هنا بنيجي نختار تلت شيفت ونقرب الخطوط من بعض، ونجيب السنتر نحطه هنا عند الكاوتش، ونقرب كمان ونزود الراديوس بحيث انه يعمل الشكل ده. شوف كل ما بنبعد ده اللي بيحصل. وبعدين نيجي هنا عند اللاير ونقلل الاوبستي بتاعته شويه، فلنفترض ان هو هيكون 70. وبكده اصبح عندنا ريفليكشنز للعربيه تحتها. ممتاز، كده يعتبر احنا خلصنا اول عربيه. هنحتاج بس ان احنا نعمل الفليرز او نشغل الانوار بتوع العربيه. اول حاجه هنعمل لاير جديد ونيجي هنا على البرش. لو ما لقيتهاش بتنزل هنا على الثلاث نقط وبتنزل تحت، او تكتب هنا برش، والشيء اللي انت عاوزه بتشده وتحطه في المكان اللي انت عاوزه في التول بار. طيب نيجي هنا نصغر شويه، نرسم في المكان بتاع الكشاف. ممكن تكبر بالدال بحرف الدال وتصغر بحرف الجيم، ونبدأ ان احنا نرسمه بشكل ممتاز. وفي الناحية التانية نعمل نفس الكلام بالظبط، ونبدأ ان احنا نقلل الاوبستي بتاعته سيكا، نخليها فلنفترض 80. ونيجي هنا نبحث عن لايت فلير، ونيجي هنا ندور على اضاءة مناسبة. انا شايف ان ده قد يكون مناسب. نضغط عليه كليك يمين ونروح هنا كنترول
في ونعمل المود بتاعها سكرين لان هو اسمر، ونضغط زرار الشيفت علشان نمطه شويه بالمنظر ده. وكمان هنحتاج ان احنا نخليه مش ازرق، هنخليه ابيض عادي. نضغط على اللاير كنترول يو ونشد السلايدر بتاع الساتوريشن بالمنظر ده، ولكن هنعمل على الصوره كلها. فهنيجي هنا برضو على نفس اللاير نعمل كرييت كليبنج ماسك بحيث يربط الشيء ده بالنور بس، ونقلل برضو الاوباسيتي بتاعه شويه نخليه 80. ونفس الحوار كنترول جي ونروح نحطه الناحيه التانيه، ولكن هنصغره شويه علشان الفانوس اللي هناك او الكشاف اللي هناك بعيد شويه. ولو انت عاوز انك انت تخلي فيه الضوء مايل شويه للازرق ممكن نلعب في السلايدر نخلي 50 مثلا، وهناك نفس الكلام او 45. طالما عندنا نور يعني النور هيترسم تحت على الارضيه، فنبدا ان احنا نعمل لير جديد تحت العربيه، ونيجي هنا على البين تول نرسم كده 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 كده، ونخلي اللون ابيض صريح، ونلغي الستروك من هنا ونجيبه كده شويه. ممتاز. نبدا ان احنا نعمل هنا ماسك، وبرده بالبرش نعدل عليه. عايزين هنكبر بحرف الدال. نتأكد طالما هنا ابيض يعني هنحتاج اللون هنا يكون اسمر، ونمسح كده اللي احنا مش محتاجينه، ونقلل الاوباسيتي بنفس الشكل. ونيجي برضو نقف عليه على قائمة فلترز، هنجيب فيلد بلور ونعلي الراديوس شوية. زي ما انتم شايفين ده قبل وده بعد. كده خلصنا من اول عربية. هنيجي على العربية التانية نحطها في الخلفية نكبرها. محتاجين اننا نرفلكت الصورة، كليك يمين ترانسفورم فليب هوريزونتال بنفس الشكل ده. هنا عندنا الكلمة معكوسة، فعندنا حل من اتنين، يا نشيلها خالص ونشتري دماغنا، او نشيلها ونعمل لها ريفلكت. ازاي؟ هنيجي هنا على القائمة دي نكتب كلمة rectangular marquee tool ونشدها هنا فوق، ونبدأ ان احنا نحدد الجزء ده، ونضغط ان احنا نعمل كنترول سي كنترول شيفت في، ونبدأ خلاص خد لنا الجزء اللي احنا حددناه في لاير لوحده. كليك يمين عليه ترانسفورم فليب هوريزونتال ونعمل له روتيت شويه كده عشان يبقى واقعي. كده اصبح عندنا بشكل كويس. ممكن نكبره شويه ونعمل له ماسك، ونبدا برضو بالبرش نمسح الحواف دي عشان تبان واقعيه. ونفس الكلام لو انت عاوز تعدل دي بنفس الطريقه، يعني هنعمل نفس اللي عملناه مع العربيه. نبدا من قائمه adjustments ونجيب color balance، وفي الشادوز ونميل من هنا في الميد تون نميل برضو ناحيه الازرق، وهنا ناحية السيان بنفس الطريقة دي. طيب هيبقى ناقصنا ايه؟ ان احنا نعمل لها ريفليكشنز على الارض. ناخد منها كنترول جي ونبدأ ان احنا نعمل لها ترانسفورم ونقلبها بالشكل ده زي ما اتعودنا. نركز اهم حاجة على الكاوتش ده لانه الاقرب، وبعدين كليك يمين نعمل ليكويفاي، ونبدأ ان احنا نصغر بس البرش شوية ونعمل ابلاي، وبنفس الطريقة نعمل لها ماسك. نبدأ ان احنا بالبرش نظبط الكلام. هنا الجزئية دي مش هتبان لانها تحت الكاوتش، فده اللي هيظهر. وبنفس الحاجة برضو نيجي من هنا على قائمة فلترز ونجيب ديبس اوف فيلد، ونيجي هنا على تلت شيفت ونقرب نميله شوية كده لان العربية مايلة. نبدأ ان احنا نعلي الراديوس، لان كل ما بنبعد عن المركز يبدأ ان الجسم يتلاشى تدريجيا. ونقلل برضو الاوباسيتي بتاعه بحيث يتناسب مع ريفليكشنز التاني. نبدأ هنا برضو ان احنا نلعب في الكيرفز. نيجي من على قائمة adjustments ونجيب كيرفز، كليك يمين نعمل لها كرييت كليبنج ماسك، وبنفس الطريقة نغمقها شوية ونخليها مناسبة مع باقي الصورة. نضيف شوية سبايسز، نحط مثلا صورة شهاب اللي هو مفرد شهب يعني بالشكل ده. ممكن نقلل الاوباسيتي بتاعته شوية. ممتاز. ناقص بس ان احنا نكتب هنا كلمة جيب. نيجي هنا عندنا هنا لوجو جيب نحطه بالشكل ده، ونبدأ ان احنا نرسم تحته 4 عواميد سمرة كده وكأنها شايلة الجملة. ممكن نخلي اللون بتاعه مش اسمر صريح، يكون شوية مايل للازرق بنفس الطريقة دي. عندنا ادي 1 ونعمل كنترول جي نجيب 2 نودي 1 هنا 3 ونيجي هنا ناخد الرابع بحيث تكون بالشكل ده. ممتاز. ممكن ناخد نسخة كمان من ده ونصغره جدا كده، نخليه مثلا بالطريقة دي. بعد ما خلصنا كل حاجة نبدأ بقى نلعب على ألوان الصورة كاملة. نبدأ إن احنا من قائمة adjustments نجيب curves، نبدأ إن احنا نلعب هنا. ممكن ننزل شوية shadows نرفع هنا، ومن هنا نبدأ إن احنا نلعب في الهايلايتس. ممكن نيجي من هنا نلعب في البلو. نفس الطريقة، هي كلها معتمدة على الرؤية وانت شايف ايه وشايف ايه المناسب. والريد ممكن نميل شوية الشادوز بالشكل ده. وممكن برضو نيجي
نضيف سيلكتيف كلر. في اللون الاحمر اكيد مفيش احمرات، هنبدأ بس نلعب على السيان والبلو كله على حسب رؤيتك. وفي اللون الابيض برضو نميله شوية للازرق، ممكن نطفيه او نخليه شوية كويس. ده النيوترال اللي هو اللون الرصاصي، نيوترال محايد يعني، كل حاجة على حسب رؤيتك. وفي اللون الاسمر ما اعتقدش هنحتاج نلعب فيه لان احنا الشادوز عندنا مظبوطة، الا لو انت عاوز تخليه كده. لو جينا بصينا قبل وبعد بقى ده شكل الديزاين عندنا. والله بقى لو عاوز تعدل في الالوان اكتر دي ترجع لك انت، تميلها للازرق زي ما انت شايف كده، دي قصة تانية ترجع لك. ممكن برضو لو انت عاوز تخلي الشادوز شوية في فيد زي كده، لو ترفع ده اسمه فيد، دي حاجة برضو ترجع لك. ممكن نكتب كلمتين كده يخلوا الدنيا حلوة. جيب، كبر الفونت، نخليه اي فونت تخين شوية، نخليه لونه ابيض. راند شيروكي نصغرها شوية سي مثلا بنفس الطريقة دي. ممكن برضو نضيف علامة الكوبرايتس كنوع من انواع الهاشتاج والهاشتاج يعني. وبقى كده معنا الديزاين بالشكل ده، ويبقى ده الشكل النهائي اللي احنا وصلنا له. اهم حاجة لو وصلت لهنا اتمنى انك تعمل لايك وسبسكرايب، وما تنساش انك زر الجرس علشان يوصلك اي حاجة جديدة برنامج افينيتي. يلا مع السلامة.